السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت الفيديو خامس فيديو أسجله. الفرق بين دوت وبين الفيديو اللي فات 3 أو 4 أيام، لأن النهاردة 20/3/2023. ففي الفيديو دوت أنا ضفت شوية حاجات بسيطة أوي عن الفيديو اللي فات. أولهم إن أنا عليت النطة بتاعة الشخصية والمدة بتاعة النطة. يعني في الأول لما كنت بدوس سبيس كان بياخد فرص معينة، ولنفرض إنها 5 خليتها 7. وكان يقدر افضل دايس على السبيس ثانية او 3 ثواني، دلوقتي خليتها 5. فهتحس ان النطة ايه عليت اوي. حاجة تانية ضفتها عن الفيديو اللي فات. اللاعب لما بيجي يعمل وول راننج في الاول كان بيطلع لفوق بس، لا في الفيديو دوت انا خليته بيقرب من الحيطة، مش بيطلع لفوق وخلاص. وبيقدر يحود يمين وشمال. بس طبعا لسه ما فيش انيميشن للموضوع بتاع ان هو يحود يمين وشمال دوت، بس هو بيقدر يعمل ستيك للحيطة والحاجات ديت. حاجة تانية ضفتها ان انا خليت في زي روبوت اي اي درون كده، بيفضل بس يجري وراك، بيبصلك وبيجري وراك لحد ما يقرب منك بمسافة معينة، بعد كده بيقف. هو ما فيهوش اي اي قوي، يعني هو المفروض بيجري وراك بس ما بيعملش حاجة، بيفضل طاير في الدايركشن اللي انت ماشي فيه. حاجة تانية ضفتها برضو ان خليت اللاعب آه، لما بيقرب من اوبجكت معين، من سطح معين او حاجة، مش محتاج ان هو يدوس سبيس عشان يعمل لها كلايم، لا اوتوماتيك. لو السطح دوت فيه فوقيه فراغ فاضي، اللاعب هيعمل كلايم لوحده السطح دوت اهو، زي ما حصل دلوقتي كده بالظبط. اللاعب كان بيقع، راح لقى سطح قدامه، راح عمل له كلايم اوتوماتيك. هتكلم بقى الدرون دوت شغال ازاي، وبعد كده اقول الخريطة اللي هي اللي ظاهرة على الشمال ديت شغالة ازاي. الدرون كل اللي بيعمله ان انا مديله ريفرنس اللاعب نفسه. طبعا ديت بج في الوول راننج برضو، كانت ايه كنت لسه ما صلحتهاش. قبل ما اقول برضو الدرون، في حاجة تانية عشان ما انساش، الكلايمبنج اللي انا غيرته عن السيستم اللي فات بتاع الكلايمبنج، ان انا خليته يعني في الاول كنت بديله 4 نقط. ف اللي هي الكبسول بتاعت اللاعب بتعدي ما بينهم كلهم، لكن دلوقتي انا خليتهم نقطتين بس. حلو. نقطتين اساسيين. واللاعب الكبسول بتاعته بتتحول لتريجر، بتبقى مختفية مش موجودة، يعني ملهاش كوليجن، ما بتعملش كوليجن مع السطح اللي هي رايحاه. وبتعدي بقى عن طريق الايه السطحين دول. ديت برضو بج تانية في السلالم، كانت لسه ما اتصلحتش. وفي بج تالتة برضه هتظهر وانا بجرب كده، ان في ارتفاعات معينة اللاعب ما بيعرفش يطلعها، لا وول راننج ولا بالسلالم. ديت برضه مشكلة كانت لسه ايه ما اتحلتش، لان الاسطح ديت اقل من الوول راننج واكبر من السلالم، فهي حاجة في النص كده. هنتكلم بقى عن الدرون دوت شغال ازاي. الدرون دوت انا مديله ريفرنس للاعب، فهو كده كده عارف الايه البوزيشن بتاع اللاعب بتاعي. دي حاجة. بيعمل ايه بقى الدرون دوت؟ في فانكشن في يونيتي اسمها لوك ات، بتخلي الدرون دوت يبص لي، يفضل باصص للاعب. حلو. فانا بشغل اللي هي الفانكشن ديت كل فريم، اي فريم بيعدي الفانكشن ديت تشتغل، فالدرون بيبص على اللاعب. بعد كده الدرون بيحسب المسافة ما بينه وما بين اللاعب. حلو. لو المسافة دي أكبر من ولنفرض مثلا 2 متر، الدرون الدرون ليه ريجيد بادي، فأنا بديله فيلوسيتي، سرعة يعني بياخدها ايه في الدايركشن بتاع اللاعب، فتلاقي الدرون كأنه بيطير ناحية اللاعب. أي دايركشن اللاعب بيروحه الدرون بيفضل يجري وراه من البوزيشن بتاعه. الماب بقى شغالة ازاي؟ يعني كده أنا قلت الدرون. الماب شغالة بإن أنا عامل زي كاميرا. الكاميرا ديت فوق خالص، ارتفاعها كبير قوي، والفيو بتاعها مربع. فانا واخد الفيو دوت عامل له بيتخزن في تكستشر، والتكستشر ديت محطوطة في ماتيريال، والماتيريال ديت انا عامل لها ريفرنس في الايه في المربع بتاع الماب دوت في اليو اي.
يعني الماب اللي ظاهرة في الصورة قدامكم ديت اللي عمال تتحرك على الشمال تحت ديت، هي عبارة عن عادي، مربع عادي محطوط له ماتيريال. الماتيريال دوت واخد تكستشر، والتكستشر ديت جاية من الكاميرا اللي محطوطة فوق خالص. طب بالنسبة بقى للايه للسهم اللي محطوط فوق اللاعب دوت موجود منين؟ دوت انا عامل سكريبت تاني حاطط فيه آه، اللي هي اليو اي elements اللي موجودة في الماب ديت، بتبقى طايرة فوق خالص، يعني بارتفاع عالي قوي عن اللاعب، فمحطوطة في نفس الايه البوزيشن بتاع اللاعب من ناحية الاكس والايه والواي، الاكس والزد قصدي، محطوطة في نفس البوزيشن بتاع الاكس والزد، بس الواي بتاعتها عالية قوي، فالواي بتاعتها قريبة من الكاميرا اللي هي برضو عالية قوي. فعشان كده انتوا شايفين الايه الريزلت بتاع الكاميرا ظاهر في الايه في المربع اللي تحت دوت. فديت اسهل طريقة لقيتها عشان اعمل بيها الكاميرا. بالنسبة بقى للماب اللي هي الخريطة والنقط الموجودة فيها ديت كلها عاملها بالفوتوشوب عادي. يعني انا كنت قلت الماب ونفرض ان هي مثلا 100 في 100 او 200 في 200، رحت عامل مربع بالداتا ديت وماليه نقط باترن، ومقسمه نصاص وحاطط فيه شوية أماكن كده، شوية objects، بحيث إنها تبقى ملونة. كنت في الأول قبل ما أضيف شوية الحاجات الكابسولز والرامز ديت، كنت بستعمل الرسمة بتاعة الخريطة ديت في إنها هي اللي بتبقى ال UI، هي بتبقى مش ال UI، بتبقى الخريطة اللي ظاهرة قدام الكاميرا، اللي تحت كله ما بيتعملوش ريندر خالص. بس لقيت نفسي بضيف objects كتير، فكل شوية هعمل update بالفوتوشوب للماب، فقلت لا خلي رحت شايل الماب ديت من قدام الخريطة، وسايب الخريطة تصور الايه الشكل الحقيقي بتاع الماب. فديت من الحاجات اللي انا عملتها يعني في الكام يوم الفرق دول. حاجة تانية، السيستم بتاع اللي هو الايه الاوتو كلايمنج مش حلو. يعني انا حسيته مش لطيف قوي. يعني اول حاجة مش مخليني متحكم قوي في اللعبة. تالت حاجة بيعمل باجز كتير، ان انا ابقى مثلا عايز انزل من فوق مبنى وقدام مبنى تاني فيقوم اوتوماتيك طالع. فهو السيستم ما كانش حلو. وبالنسبة في كاركتر لونه ابيض صغير كده قدام اللاعب، دوت بيديتكت الارتفاع بتاع السلمة اللي موجود قدام اللاعب. لو في قدامه سلمة مثلا او حاجة، الكاركتر الصغير ده بيقف فوقيها، فانا ابقى عارف اللاعب لو مشي داس لقدام مثلا او اي دايركشن، البوزيشن بتاعه هيبقى فين. فديت لازمة الكاركتر الابيض ده. وبس دوت فيديو النهاردة. سلام. وبس دوت فيديو النهاردة، ولو عجبكم المحتوى اعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي افكار جديدة حابب ان احنا نعملها تكتبها في الكومنتات تحت وان شاء الله هنعملها. سلام.